السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده بقى جايالكوا بوصفة حلوة قوي، كله بيحبها طبعا بما اننا طبعا في الشتاء والجو ساقع جدا. فانسب حاجة تبقى في السقعة دي شوربة العدس. عايزة اقولك ما بتكلفكيش حاجة خالص وما بتاخدش وقت خالص. اول حاجة بنجيب ربع عدس كده، بنغسله غسلة كويسة وبنصفيه من المية. ومعانا بقى بطاطاية وجزراية وبصلاية وطماطماية. دي المكونات اللي بتحط الخضار اللي انا هحطه مع العدس. بنقطع طبعا الخضار كله كده مكعبات او مربعات، وكده كده في الاخر بينفرم كله في الخلاط او في الهاند بلندر يعني. فبتقطعيه بقى بالشكل اللي انت عايزاه. هنا انا كنت قطعت البطاطس وقطعت الجزر، وبقطع في البصل كمان والطماطم اهو. كل ده بجهزه كده قبل ما بحطه في الحله زي ما انتوا شايفين كده. طبعا عايزه اقولك ان شوربه العدس دي حاجه حلوه قوي في السقعه اللي احنا فيها دي بجد، ومش هتاخد في ايدك 10 دقايق، يعني هتخلصيها في 10 دقايق. هنا بقى بتكوني مجهزه الحله وحاطه فيها شويه زيت، وبتنزلي بقى بالخضار اللي انتي قطعتيه ده كله مع بعضه كده. انا بشوحه كله مع بعضه. انتي عندك سمنه حطي، عندك زيت حطي، في ناس بتعمله بالليه، فعلى حسب بقى ما انتي بتحبيه. وهنا بقى في معلقه توم مفرومه كبيره ومكعبين من المرق. انا بحب احط عليه مرق الدجاج. فهنا كنت حطيت معلقه الثوم ومكعبين المرق. وهنا طبعا نزلت بربع العدس او الكميه بقى اللي انت حباها، ممكن تزودي نص عدس على حسب. وبرده بتاخديهم كلهم مع بعض تشويحه كده. طبعا انا ما بستناش لما الخضار يتشوح قوي، لا هو بياخد نص تشويحه كده عشان ما يبقاش حامي، يعني ميبقاش حامي على المعده. فانا باخده نص تشويحه كده طبعا كله مع بعضه. وبحط زي ما انت شايفه كده بقى الميه بتاعته، وبحط شويه من البهارات والفلفل الاسود. واخر حاجه خالص بحطها هي بتبقى الكمون، نص معلقه من الكمون. وبعد كده بقى بغطي عليه زي ما انت شايفه كده وبسيبه يستوي مع نفسه. هنا بقى انا كنت جبت كده عيش وقطعته كده قطع صغيره عشان عايزه احمره عشان يتاكل جنب شوربه العدس كده. بحط عليه زيت وبحطه على النار. عايزه تحطيه في الفرن يتشوح في الفرن او يتحمص في الفرن براحتك، بس انا بحب يعني احمصه كده على البوتاجاز من فوق عشان افضل اقلب فيه كل شويه. فانا هنا حطيته طبعا، وكل شويه طبعا بحمص فيه. وده كان شكله اهو. انا كل شويه بقوم مقلبه فيه كده عشان يدي كله يتحمص مع بعضه. عايزه اقولك ان العيش المحمص ده جنب العدس في حته تانية خالص، حلو قوي. هنا كانت شوربه العدس خلاص كده كله استوى، الخضار كله استوى اهو. طبعا انت عشان تعرفي ان هي استوت بتاخدي جزرايه بس وتشوفيها استوت خلاص بتطفي على طول، لان هو اكتر حاجه بتاخد وقت في الخضار ده هو الجزر. طبعا بتفرميه بقى في الخلاط او بالهاند بلندر او في الكبه، اي حاجه بقى تكون موجوده عندك تطلعه كده يطلع شوربه كده في الاخر. وطبعا بتحطيه على النار شويه، وبعدين بتحطيه بقى في الاطباق وتشربي بقى احلى شوربه. احلى شوربه ممكن بجد تشربيها. طريقه سهله ووصفه بسيطه جدا، وحاجه كده تدفي في الشتاء اللي احنا فيه والساعه اللي احنا فيها دي. وبتقدمي بقى جنبيها مخلل، ممكن تعملي جنبيها سلطة خضار، اي حاجة بقى انتي بتحبيها بتحطيه جنبيها. هو صراحة يوميها اتاكل لوحده والله، يعني ما كانش محتاج حاجة.